عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال تاني ثانوي. يا رب دايما موفقين، يا رب دايما بخير، يا رب دايما في أحسن حال. إن شاء الله بإذن الله موعدنا مع فيزياء تانية ثانوي ترم تاني عام 2026. إن شاء الله بإذن الله هنبدأ نحل مع بعض كل الأسئلة الخاصة بالدروس والامتحانات الشاملة اللي على المنهج. نبدأ كده مع بعض بسم الله. أول سؤال يا دكاترة بيقول لي صيغة أبعاد الشغل. طبعا الشغل اللي هو الدبليو احنا لازم نكون عارفين القانون بتاعه كويس جدا، اللي هو القوة في الإزاحة. تمام. في عندنا كمان طاقة الحركة بينفع نقول عليها شغل. طاقة الحركة اللي هي الكاينيتيك انرجي دي كانت نص الكتلة في مربع السرعة. كمان طاقة الوضع اللي هي البوتنشال انرجي برضو بنقول عليها شغل، دي كانت بتساوي الام في الجي في الاتش. طيب هو عايز صيغة الأبعاد. الأول القوة دي لازم نحول الكميات دي من كميات مشتقة إلى كميات أساسية. القوة كمية مشتقة، القوة كانت بتساوي الكتلة في العجلة، والإزاحة أساسية ننزلها زي ما هي. طيب الكتلة هي زي ما هي، العجلة دي برضو مشتقة نفكها بتساوي المسافة اللي هي دي على الزمن تربيع، وهنا في الإزاحة. كده كل ده بقى كميات أساسية. تعالى بقى دي في دي، ينفع نشيل الدي في دي ونحط دي تربيع، ونبدأ بقى نشيل كل حاجة. احنا عارفين صيغة الأبعاد كانت بدلالة 3 حروف، ال والام والتي. ال ده لما يكون معانا طول، الام كتلة، التي ايه زمن. فالام هنا دي كتلة فنشيلها ونحط ام. طيب الدي تربيع، دي ال تربيع على تي تربيع، ده زمن تربيع. صيغة الأبعاد كان لازم كلها تتكتب على سطر واحد. لما يكون معايا حاجة في المقام أطلعها فوق وأغير إشارة الأس، بقت ام ال تربيع تي أس سالب 2، يبقى ام ال تربيع تي أس سالب 2. يبقى الإجابة هنا رقم كام؟ رقم ألف. سؤال رقم 2 بيقول لي الجول يكافئ. طبعا احنا كنا لسه قايلين حالا ان الشغل بيساوي القوة في الإزاحة. الشغل ده أصلا بيقاس بالجول. تمام. طيب القوة بتقاس بالنيوتن والإزاحة بالإيه؟ بالمتر. فنيوتن في متر ده بيكافئ الجول، فالإجابة الصحيحة هنا رقم باء. سؤال 3 بيقول لي في الشكل المقابل يدفع شخص شاحنة ولا يستطيع تحريكها. بصوا يا دكاترة، أنا دلوقتي زي ما أنت شايف كده، الشخص ده بيمثل القوة. تمام. الشاحنة دي الجسم اللي احنا المفروض عايزين نحركه. طالما القوة ما قدرتش تحرك الجسم يبقى لم تبذل شغلا. تمام. يبقى القوة هنا لا تبذل ايه؟ لا تبذل شغل. هو قال لك ولا يستطيع تحريكها. لو كان حركها يبقى القوة ايه؟ بذلت شغل. طيب يعني انا مثلا لو معايا جسم اهو، والجسم ده اتحرك بقى هنا، القوة بقى اللي حركته دي انا باخدها في الازاحة اللي هو اتحركها. يبقى كده بنجيب مين؟ الدبليو كانت بتساوي الاف في الدي. لكن لو الشخص ما قدرش يحرك الايه؟ السيارة، يبقى هو كده لم يبذل ايه؟ لم يبذل شغل. سؤال رقم 4 بيقول لي قوة أفقية مقدارها 20 نيوتن، يبقى ده الإف، أثرت على عربة فحركتها مسافة، ده الدي، مسافة أفقية 3.5 متر. فإن الشغل المبذول بواسطة العربة، الشغل اللي هو الدبليو، بيساوي الإف في الدي. الإف معانا ب3.5. تمام. الدي اللي هي بكام؟ سوري، الإف ب20، الدي اللي هي ب3.5. يبقى نضرب دول في بعض ونطلع النت، يطلع 70 جول. سؤال 5 بيقول لي الشغل الذي تبذله قوة الفرامل على السيارة لإيقافها. طبعا ده سالب. يعني ايه يا دكاترة؟ دلوقتي لو ده الجسم والجسم بيتحرك الناحية دي، يعني ازاحته الناحية دي، وضغطنا على الفرامل، قوة الفرامل بتكون عكس الحركة. تمام. يعني دي الاف بتاعت الفرامل اهي بتكون عكس الحركة. طالما القوة عكس الإزاحة بيكون الشغل سالب، لو القوة مع الإزاحة بيكون الشغل ايه؟ موجب. سؤال رقم 6 عندما تكون الزوايا بين اتجاه القوة الثابتة المؤثرة على الجسم واتجاه الإزاحة التي أحدثتها هذه القوة تساوي صفر. ركز بقى في الكلام ده. يعني مثلا دلوقتي القوة الناحية دي، تمام، والجسم برضو بيتحرك الناحية دي، يعني القوة والإزاحة في نفس الاتجاه. فإن الشغل الذي تبذله القوة على الجسم يكون إيه؟ قيمة عظمى موجبة. تمام. طالما الاتنين مع بعض قيمة عظمى إيه يا دكاترة؟ موجبة. سؤال 7 بيقول لي في أي الأشكال التالية يكون الشغل المبذول بواسطة قوة مقدارها اف قيمة عظمى سالبة. والله قيمة عظمى سالبة اللي هو في عكس الاتجاه تماما. يعني لو الزاوية ما بين الاتنين 180 درجة، يعني ده الجسم بيتحرك الناحية دي والقوة الناحية دي، زي قوة الفرامل كده، هنلاقي إن الزاوية ما بينهم كام؟
180 درجة. تمام. فساين 180 دي يدينا كام؟ ده يدينا صفر المفروض. لا ده سوري، لا كوزاين 180 ده يدينا -1. تمام. ما هو مفروض اف في دي كوزاين سيتا، الشغل اف في دي كوزاين ايه؟ كوزاين سيتا. طالما الحركة عكس القوة يبقى قيمة عظمى ايه؟ سالبة. يبقى الإجابة الصحيحة هنا رقم ج. سؤال 8 بيقول لي قوة مقدارها 100 نيوتن، يبقى دي القوة اللي هي الاف. أثرت على جسم فحدثت له إزاحة قدرها 2.5 متر، يبقى ده الدي. فإن الشغل الذي تبذله هذه القوة إذا كانت في اتجاه حركة الجسم يساوي، يعني الجسم أهو قوة الناحية دي والحركة الناحية دي. تمام. فإحنا عارفين يا دكاترة إن الدبليو أو الشغل بيساوي القوة دوت الإزاحة، يعني بيساوي قيمة القوة في قيمة الإزاحة في كوزين الزاوية اللي ما بينهم. طيب قيمة القوة هنا ب100، قيمة الإزاحة ب2.5. طيب في كوزين صفر، ما هو طالما الاتنين مع بعض يبقى الزاوية ما بينهم بصفر، كوزين صفر دي ب1، يبقى 2.5 في 100 يديني 250 جول. طب عندما تميل بزاوية 60 درجة عادي جدا الدبليو هتساوي الاف اللي هي ب100، الإزاحة اللي هي ب2.5. طيب نحطها بقى كوزين كام؟ كوزين 60. تمام. كوزين 60.5 يديني 125، يعني دي نص ودول كانوا 250، نص في 250 يديني 125 جول. سؤال 9 بيقول لي طفل كتلته 40 كيلو جرام يتحرك أفقيا في صالة التزلج، فيكون الشغل الذي تبذله قوة وزنه عندما يقطع مسافة 20 متر. طبعا هنا صفر. ليه بقى؟ هو دلوقتي نفترض ان دي الأرضية وان الدايرة دي هي الطفل بيتحرك كده. تمام. قوة وزنه بتشده لتحت، هل هي قوة وزنه حركته لتحت؟ لا، هو كده كده هيفضل طول الوقت على الايه؟ على البلاط اللي هو بيتزحلق عليه ده. تمام. الوزن اتجاه لتحت، مش الوزن هو اللي خلاه مشي الناحية دي. تمام. او مش هو اللي خلاه اتزحلق الناحية دي. فبالتالي او لو جينا ركزنا كده، لو احنا عايزين نحسبها بالقانون هنلاقي الطفل بيتحرك الناحية دي، الازاحة الناحية دي وقوة الوزن الناحية دي، فالزاوية ما بين الاتنين كام؟ 90 درجة. فاحنا عارفين ان الدبليو بتساوي الاف في الدي كوزين الزاوية اللي هي 90. كوزين 90 دي اصلا بكام؟ بصفر، فكل ده يدينا كام؟ يدينا صفر في الاخر. سؤال 10 بيقول في الشكل المقابل السهم يوضح اتجاه القوة التي يرفع بها الشخص صندوق، فإن الشخص يبذل شغل على الصندوق. بص الصندوق كان تحت، طبعا هو عمال بيرفع لفوق لحد ما وصله لفوق كده. هو الشخص مش ماشي كده، هو واقف في مكانه، بس هو بيوضح لك الوضع الاولاني كان لسه على الارض، بعد كده رفعه لفوق شويه، بعد كده رفعه فوق اكتر. يعني الصندوق كان هنا وارتفع مثلا بقى هنا، والقوه كانت بترفعه لفوق، يعني القوه كانت بتشده لفوق والصندوق اتحرك لفوق، يعني القوه مع الازاحه في نفس الاتجاه. طالما الشخص قدر يحرك الصندوق من مكانه اذا قوته دي بذلت شغل وفي نفس اتجاه ازاحته، فالاجابه الصحيحه رقم ب. سؤال رقم 11 بيقول لي شخص يسحب صندوق بقوة اف لمسافة دي في اتجاه يميل على اتجاه القوة المؤثرة عليه بزاوية كام؟ 30 درجة. يعني ده بيتحرك كده والقوة اللي شده كده، يعني دي الازاحة ودي القوة. طيب كما بالشكل فإن الشغل المبذول على الصندوق بواسطة هذا الشخص يساوي، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. والله احنا عارفين ان الشغل اللي هو الدبليو بيساوي القوة في الازاحة كوزين الزاوية، كوزين 30. طيب لما حضرتك تعمل كوزين 30 دي بالآلة الحاسبة، ادي كوزين 30 انت حضرتك جذر 3 على الاتنين، يعني يعتبر بيساوي جذر 3 على الاتنين اف دي. ده مين؟ ده الشغل. يبقى الإجابة هنا رقم ده. سؤال 12 بيقول لي أي القوى التالية تبذل شغلا على الجسم الذي تؤثر عليه. قوة الجاذبية على قطار يسير في طريق أفقي مستقيم، القطر ماشي كده والجاذبية كده، الزاوية ما بينهم 90. طالما الزاوية ما بين الإزاحة والقوة 90 يبقى لا يبذل شغل. طيب القوة التي يدفع بها طفل شجرة ضخمة، هو قوة الطفل مش هتقدر تحرك الشجرة، طالما القوة ما قدرتش تحرك الجسم يبقى ما بذلتش شغل. طب قوة الاحتكاك بين إطارات سيارة وطريق عند استخدام الفرامل، لا دي بتبذل شغل والشغل هنا بيكون سالب. القوة الثلاثة السابقة طبعا غلط، هو الحاجة الوحيدة اللي صح هي كام؟ هي ج. سؤال 13 بيقول لي الشكل البياني المقابل يوضح العلاقة بين الشغل W المبذول على جسم والإزاحة الأفقية دي التي حدثت له بتأثير قوة محصلة أفقية ثابتة، فإن مقدار القوة المحصلة المؤثرة على الجسم يساوي.
حطيت لي الدبليو والدي. طبعا احنا عارفين ان الدبليو اصلا بتساوي الاف في الدي في كوزين السيتا. تمام. ماشي. هو عايز دلوقتي، هو هنا هنعتبر ان الشغل والازاحه مع الشغل، القوه والازاحه مع بعض. تمام. فساين صفر يدينا واحد، ده الرأسي ده الأفقي، لما نقسم الرأس على الأفقي يدينا الإف، يبقى الإف هنا هي الميل. تمام. 30/6 يدينا 5 كام؟ 5 نيوتن. يبقى الإجابة الصحيحة رقم ج. سؤال 14 يا دكاترة، مديني علاقة ما بين الإف وما بين الدي. أول ما تلاقي العلاقة ما بين الإف والدي افتكر إن دي حالة شاذة كده، بنجيب الشغل من المساحة تحت المنحنى. تمام. هو ده الخط اهو، او المساحه تحت الخط، يعني الخط ده كده نجيب المساحه اللي تحته، ادي المساحه اللي تحته اهي. تمام. 10 في 6 يدينا 60 جول بكل بساطه كده. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. سؤال 15 بيقول لي دراجه ناريه تتحرك في خط مستقيم تحت تاثير قوه موتور قدرها القوه 500 نيوتن وقوه احتكاك قدرها، تمام، دي اف احتكاك بكام بقى؟ قوه الاحتكاك ب 200 نيوتن. فان الشغل المبذول بواسطه القوه المحصله على الدراجه، هو والله قوة الموتور هتبقى عكس قوة الاحتكاك، يبقى القوة المحصلة كلها 300 واتحركها مسافة كام؟ 50 متر، يبقى دي الدي. يبقى الشغل المبذول هيساوي 300 اللي هي القوة المحصلة في الإزاحة اللي هي 50. تمام. ماشي، يدينا 15,000 اللي هي 15 في 10 أس 3، 3 أصفار يعني 10 أس 3، فالإجابة هنا رقم ألف. سؤال رقم 16 بيقول لي إذا زاد مقدار القوة المؤثرة على جسم للضعف بحيث تكون له نفس الإزاحة في نفس الاتجاه، فإن الشغل المبذول هيزداد برضه للضعف. احنا عارفين إن الدبليو بتساوي الإف في الدي. أنت بتقول لي نفس الإزاحة، لما تحط هنا 2 هيبقى هنا 2. قوة زادت للضعف يبقى الشغل يزيد للإيه؟ للضعف. سؤال 17 بيقول لي تسير فتاة في مسار أفقي مستقيم لمسافة 6 متر وهي تحمل حقيبة وزنها الوزن بتاع الحقيبة 10 نيوتن، ثم تصعد سلم لتصل للدور الثاني على ارتفاع 8 متر، فيكون الشغل الكلي الذي بذلته الفتاة على الحقيبة. بص، طول ما هي شايلة الحقيبة وماشية بقى أفقيا كده، وزن الحقيبة لتحت، فزي ما بينهم 90، يعني ده وزن الحقيبة، ده المسافة اللي هي مشيتها، فهنا ما كانش فيه شغل اتبذل أصلا. لكن وهي شايلة الحقيبة وبتطلع بيها لفوق، طلعت بيها 8 متر، يبقى دي الإزاحة. تمام. ده الإزاحة اللي تعتبر اللي أنا هستخدمها بس. فهنا بقى واحنا بنجيب الدبليو هتساوي الاف قوة اللي هي 10 وزنها 10. تمام. ما هو طالما الحقيبة وزنها 10 عشان ارفعها لفوق فانا محتاج قوة 10 برضه في ال 8 متر، يدينا 8 في 10 بكام؟ ب 80 جول. سؤال 18 بيقول لي تدفع عربة طفلتها بسرعة ثابتة على طريق مستقيم أفقي بقوة تصنع مع الأفقي زاوية 60 درجة، فإذا كانت العربة تتعرض لقوة احتكاك مقدارها 20 نيوتن، فإن الشغل المبذول بواسطة الأم فإن الشغل المبذول بواسطة الأم لتقطع مسافة 5 متر. طيب احنا عارفين إن الشغل بيساوي القوة في الإزاحة كوزين الزاوية. تمام. طيب هو واضح جدا دلوقتي إن ادي الجسم، الأم بتزق كده، العربة بتتحرك كده، الإزاحة الناحية دي، تمام، قوة الاحتكاك الناحية دي، في القوة التانية كده الناحية دي. تمام. ده القوة اللي بتزق بيها. القوة دي جاية كده، يعني القوة اللي احنا بنزق بيها كده، قوة الاحتكاك هتبقى عكس الحركة. صلينا على النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هنحاول نبسط لك العملية هنا عشان تفهمها بسرعة. دلوقتي ادي العربة ماشية على الأرض بالشكل ده كده. مفروض إن الأم ناخد بالنا بكلمة بسرعة ثابتة دي. سرعة ثابتة يعني محصلة القوة بتساوي صفر. تمام. هو في قوة احتكاك هنا اف احتكاك، تمام، بتساوي كام؟ بتساوي 20 نيوتن. في اف للأم في زاوية كام؟ 60 درجة. في حركة الناحية دي إزاحة بتساوي 5 متر. تمام. مفروض طالما الأم بتتحرك أو العربة بتتحرك بسرعة ثابتة، ده معناه إيه يا دكاترة؟ ده معناه إن القوة اللي الأم بتأثر بيها بتساوي قوة الاحتكاك. بس القوة اللي الأم بتأثر بيها دي قوة إيه؟
قوة فوق، يعني قوة عاملة زاوية 60، فانا هاجي احللها هنا، احط هنا الاف دي اخليها اف كوزين 60. تمام. المفروض الاف كوزين 60 دي تمام هتساوي الايه؟ هتساوي الاف بتاعت الاحتكاك. يعني المفروض ان القوة اللي هتزق العربة هتساوي قوة الاحتكاك طالما هي ماشية بقوة ايه؟ طالما هي يعني ماشية بسرعة ثابتة. تمام. يعني انا دلوقتي حللت القوة دي خليتها هنا تحت كام؟ اف كوزين 60. الاف كوزين 60 دي اللي الام بتزق بيها الناحية دي في الاتجاه الافقي، قوة الاحتكاك 20 الناحية دي. طالما السرعة ثابتة يبقى كده الاف كوزين 60 بتساوي 20، يعني القوة اللي الام بتزق بيها افقيا اسمها اف كوزين 60 هي بتساوي 20. طب اذا كده مفروض ان القوة اللي حركت الجسم ده تمام 20 في 5 يدينا كام؟ يدينا 100 جول. سؤال 19 بيقول لي الشكل المقابل يوضح قوتان تؤثران على جسم موضوع على سطح افقي، فاذا تسببت القوتان في ازاحة الجسم افقيا 1 متر، فان الشغل الذي تبذله القوى المحصلة، القوى المحصلة ادي 6 ناقص 2 يدينا 4، فالشغل بيساوي القوى المحصلة في الازاحة اللي هي 1 متر. تمام. طبعا هنا كوزين كام؟ كوزين 180. كوزين 180 عشان الزاوية سوري ده كوزين صفر. كوزين صفر دي عشان المفروض في الاخر الجسم هيتحرك الناحية دي والقوة المحصلة برضه هتبقى الناحية دي. كوزين صفر في واحد بواحد فيديني 4 جول. سؤال رقم 20. يتحرك جسم كتلته 2 كيلو جرام، دي الكتلة ب 2 كيلو جرام في خط مستقيم بعجلة منتظمة دي الايه. عندما يقطع الجسم مسافة دي 5 متر يكون الشغل المبذول على الجسم بواسطة القوى المحصلة. عايزين الشغل اللي هو الدبليو بتساوي القوة في الإزاحة. تمام. طب احنا عارفين اصلا ان القوة دي بتساوي الكتلة في العجلة في الإزاحة. كتلة مديهالنا ب2، العجلة مديهالنا بنص. تمام. الإزاحة 5، يبقى في الآخر الناتج هيطلع لي 5 جول. سؤال 21 بيقول لي جسمان اكس وواي لهما نفس الكتلة وموضوعان على سطح أفقي، تؤثر أفقيا على كل منهما قوة ثابتة المقدار اف اكس واف واي على الترتيب، والشكل البياني المقابل يمثل علاقة بين الشغل مش عايز اف اكس واف واي، الشغل والإزاحة. لما اقسم الشغل على الإزاحة يديني القوة، يبقى كده انا لو عايز اف اكس على اف واي هتساوي. تمام. والله تعالى الرقم ده واحد ادي اتنين ادي تلاتة، هنا دي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي 4. القوة بتاعت اكس يبقى ناخد 3 على ال4. تمام. القوة بتاعت واي ناخد 2 على ال4. تمام. طير ال4 مع ال4 يبقى لك 3 على ال2، فالإجابة الصحيحة هنا رقم د. سؤال 22 بيقول لي إذا أثرت قوة مقدارها 100 نيوتن يبقى دي الإف على جسم عدة مرات فحركته إزاحة 5 متر في كل مرة مع تغير الزاوية سيتا بين اتجاهي القوة والإزاحة، والشكل البياني المقابل يمثل العلاقة بين الشغل دبليو المبذول على الجسم بواسطة تلك القوة والزاوية سيتا، فإن الشغل عند النقطة A بيساوي. تعالى كده نقف عند النقطة A. هو حاطط لي هنا السيتا، فهنا سيتا بصفر، يعني عند النقطة A السيتا بصفر، فمفروض الشغل اللي هو الدبليو بيساوي الاف في الدي في كوزين الصفر. كوزين الصفر دي ب1. طب الاف اصلا ب100، الازاحة 5، 100 في 5 يدينا كام؟ 500. طب الزاوية عند النقطة B، ركز كده وصلي على الحبيب، احنا عند النقطة B دي هتبص تلاقي الشغل بصفر. امتى الشغل يكون بصفر؟ لما الزاوية تكون 90. تمام. لان كوزين 90 يبقى بصفر. الزاوية عند النقطة دي، تعالى عند النقطة دي هنا، احنا لسه قايلين من شوية ان الشغل عندي ايه؟ ب500. طب هنا عامل لك علامة التساوي ما بين هنا وهنا، يبقى الشغل عند النقطة سي دي بكام؟ الشغل عند النقطة سي دي ب250. يعني نقدر نكتب قانون الشغل هنا اللي هو الدبليو بيساوي الاف في الدي في كوزين السيتا. طب الشغل عند السي اللي هي قصاد الزاوية دي يعني ب250 بيساوي الاف اللي هو ب100، الدي اللي هي ب5. تمام. كوزين كام؟ كوزين سيتا. 100 في 5 ب500، لما نجيبها هنا يبقى كوزين سيتا دي هتطلع بنص، يبقى السيتا بكام؟ ب60 درجة. جسمان اكس وواي لهما نفس الكتلة ويتحرك كل منهما من السكون على سطح أفقي بتأثير قوة أفقية مختلفة محصلة، والشكل البياني المقابل يمثل علاقة بين السرعة v لكل من الجسمين والزمن t، فإن النسبة بين مقداري الشغل المبذول wx على wy بواسطة القوى المحصلة عندما يقطعان نفس الإزاحة. والله wx على wy ده بيساوي fx في دي
على اف واي في دي. واحد هنا كده وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، قال لك يقطعان نفس الازاحة، يبقى تعالى نطير الدي مع الدي. تمام. يبقى احنا دلوقتي عايزين نجيب القوة اللي بتأثر على اكس على القوة اللي بتأثر على واي. طيب خلال هو هنا بيقول لك عايزين دبل اكس على دبل واي عندما يقطع نفس الايه، نفس الازاحة والاتنين ليهم نفس الكتلة. طيب احنا هنا السرعة على الزمن يديني العجلة. تمام. اقدر اجيب العجلة بتاعت اكس 2 على تي نوت. طب دي العجلة بتاعت اكس، اقدر اجيب العجلة بتاعت واي 3 على تي نوت. تمام. طب ما هو الاف دي لو جينا نفكها يديني الكتلة في العجلة، الاف واي لو فكناها يدينا الكتلة في العجلة بتاعت واي، وقال لك ليهم نفس الكتلة فالام تروح مع الام. عجلة اكس 2 على تي نود، سيبك من التي نود، هنشيل التي نود مع التي نود اللي هنا لما نيجي نقسمهم، يعني 2 على كام؟ 2 على التلاتة، فالإجابة الصحيحة رقم ألف. طيب عايز يبقى عايز دبليو اكس على دبليو خلال فترة من صفر إلى تي نود الممثلة بالشكل البياني تساوي. طيب هنا المرة دي بقى ما قاليش إن الإزاحة متساوية، فمفروض إن الشغل بتاع اكس على الشغل بتاع واي ده يساوي اف اكس دي اكس على اف واي دي واي. طيب واحد الا وصلى على الحبيب عليه الصلاة والسلام. اف اكس كده بكل بساطة على اف واي احنا كنا لسه جايبينها كلها على بعضها بكام؟ باتنين على تلاتة. يعني لما كله طار اف اكس على اف واي كده طلع باتنين على تلاتة. في الازاحة بتاعت اكس، والله احنا كنا بنقول قبل كده لما بنلاقي علاقة ما بين السرعة والزمن، تمام، بنروح نجيب المساحة تحت المنحنى ده يعتبر مثلث. تمام. فنص طول القاعدة اللي هي تي نوت في الارتفاع اللي هو الحتة دي اللي هو الاتنين يعني. تمام. كده احنا جبنا الازاحة. طبعا الازاحة برضو بتاعت واي هنجيب المساحة دي كلها، المساحة دي كلها تحت الايه، تحت المثلث ده. مساحة المثلث ده نص طول القاعدة اللي هي تي نود في الارتفاع اللي هو كام؟ 3. طير تي نود مع تي نود، نص مع النص، في 2 في 2 يديك 4، 3 في 3 يديك 9، يبقى 4 على كام؟ 4 على 9. تمام. اللي هي الإجابة رقم كام؟ رقم ج. وكده نكون خلصنا أسئلة أول درس. إن شاء الله بإذن الله نحل لك أسئلة المقالية ومستويات عليا، ونحل لك أسئلة كل الدروس. تابعونا وما تنسوش تشتركوا في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.